السلام عليكم. بعتذر جدا عن التأخير اليومين اللي فاتوا لأن كان عندي كذا قفلة في الشغل كده، بس الحمد لله حليت كل المشاكل وكل حاجة رجعت تمام. فيديو النهاردة بقى ممكن الناس تشوفه إن هو خارج المحتوى شوية، لكن أنا بقول لكم إن الفيديو ده من صميم المحتوى. ليه؟ لأن هو هيكون عبارة عن مجموعة أسئلة أنا كاتبها بقالي فترة، يعني بقالي فترة كاتبها وعمال بجاوب عليها كمان، بس بعد كل فترة بسيطة أبص على الإجابات أحس إنها مش مقنعة بالنسبة لي، فأقوم عايد الإجابات تاني لبعض الأسئلة. طبعا في أسئلة إجاباتها خلاص، بس أنا دلوقتي وصلت إن آخر الإجابات على الأسئلة دي هي إجاباتي النهائية، خلاص مش هتتغير تاني، والإجابات اللي تسمعوها هي إجابات بدون أي تغليب، وهي الإجابات الحقيقية اللي في دماغي بعيدا عن أي واقعية. فيا ريت كل واحد يختار سؤال أو سؤالين ويجاوب عليهم في الكومنتات، أو لو يعرف يجاوب على الأسئلة كلها يبقى كتر خيره. ويلا بينا. أول سؤال: أهم درس علمته لك الحياة؟ بصراحة ومن غير تزويق، يعني أهم درس علمته لي الحياة إني اتعلمت إن أنا ما اثقش في حد غير اللي يستحق طبعا الثقة، وبالذات العلاقات الجديدة. يعني أنا بالنسبة لي لو في حد بتعامل معاه لأول مرة بيبقى عندي ناحيته زيرو ثقة. هو الكلام ده نتيجة إن في كذا موقف في حياتي خلاني أتأكد اللي أنا بعمله ده هو صح الصح، والمواقف دي اتكررت كتير جدا معايا وكانت معظمها متشابهة جدا، فعشان كده لازم تبقى حريص وأنت بتتعامل مع أي حد، وبالذات العلاقات الجديدة. السؤال التاني: أكتر حاجة ندمت إنك عملتها؟ بصراحة من ناحية الحاجات اللي أنا ندمت عليها فهي حاجات كتير قوي، بس في حاجات كده أنا فاكرها يعني هي فعلا اللي أتمنى إن الوقت يرجع علشان ما أعملهاش. وأكتر حاجة زعلان عليها هي تضييع الوقت. بصراحة يعني ضيعت وقت كتير جدا في حياتي، ضيعته بقى لما جربت أسافر وأتغرب عشان أحسن مستواي، وفضلت مكمل هناك رغم إن كنت شايف النتائج كلها مش كويسة. وكمان لما رجعت من الغربة ما كانش عندي أي هدف، كنت عايش اللحظة، وكان دايما عندي إحساس إن الوقت لسه معداش والعمر لسه فيه كتير. ولو رجعنا لورا شوية ايام ما كنت في الكليه ما عرفتش او ما كنتش شايف الرؤيه صح، ما قدرتش استثمر الوقت بتاعي بالطريقه الصحيحه، يعني كنت بضيع وقتي دايما في حاجات ملهاش فايده. السؤال الثالث: مين اكتر شخص اثر في حياتك وليه؟ هو اكتر شخص اثر في حياتي مش شخص واحد، وطبعا هنا انا بتكلم على التاثير السلبي والايجابي، بس سيب جزئيه التاثير السلبي دي على جنب وخلينا نتكلم عن التاثير الايجابي. انا بالنسبه لي في شخصين هم اللي اثروا عليا في حياتي جامد جدا، واحد فيهم كان بيأثر بطريقه مباشره والتاني كان بيأثر بطريقه غير مباشره. الشخص اللي كان بيأثر فيا بطريقه غير مباشره هو ابويا الله يرحمه. كل كلامه اللي كان بيقوله لي في دماغي لحد دلوقتي، اي حاجه كان بينصحني بيها مش قادر انساها، واي موقف يحصل لي كلامه كله بيجي قدامي. كان دايما نصيحته ليا من بعيد لبعيد من غير ما يضغط عليا ان انا انفذها، واغلب الكلام اللي كان بيقوله كان صح. ولما مشي والكلام ده كان من سنه تقريبا ندمت على كل لحظه ما قضيتهاش معاه. الله يرحمك يا ابويا. الشخصيه التانيه بقى اللي اثرت فيا بتاثير مباشر هو خالي الله يرحمه برضه. هي كده الطيبين هم اللي بيمشوا دايما. خالي ده بقى كان هو السبب في رجوعي من الغربه، وهو اللي وفر لي فرصه عمل في مصر، كان متوليني تماما من الالف للياء لحد ما توفى في سنه 2019. الراجل ده تاثيره ما كانش مادي وبس، لا ده كان تاثيره ايجابي جدا على شخصيتي، وتعلمت منه حاجات كتير. يعني اتعلمت منه الهدوء، اتعلمت منه المخاطره المحسوبه طبعا. يعني هو السبب في انه خلاني ابقى زي ما بيقولوا كده يعني ريسكي في الحاله الماديه، عندي درجه المخاطره عاليه جدا بس بعقل طبعا. يعني لو في حاجه انا شايفها نتيجتها كويسه بدخل فيها بقلب جامد على طول، ما بيهمنيش. ده غير الصفات الكتير اللي اتعلمتها منه اللي لو قعدنا نتكلم عليها هناخد اكتر من فيديو. فانا بصراحه مش عايز اطول في الاسئله دي وعايز الاجابات كلها تكون سريعه، لان مش عايز الفيديو يبقى حشو على الفاضي. ونخش على السؤال اللي بعده. السؤال الرابع: لو رجعت بالزمن ايه اللي كنت هتغيره في شخصيتك؟ بصراحة كنت هغير حاجات كتير جدا، بس أهم حاجة فيهم هي السلبية. يعني أنا كنت بسكت على حاجات كتير جدا بتحصل قدامي وأنا مش متقبلها، وكنت بسمح لناس كتير جدا يخشوا في حياتي ويتوغلوا فيها، وكمان بسمح لهم يسيطروا على جزء منها. وأنا فاكر في الفترة اللي هي ما بين ال20 وال30 كنت بتكسف جدا، والكسوف ده كان بيأثر على مسار حياتي بطريقة رهيبة. وآخر حاجة إن أنا كنت واحد بيتأثر بكلام الناس بطريقة مرضية، ودي أكتر حاجة ممكن تعطلك في حياتك وتوقف لك المراكب السايرة كمان زي ما بيقولوا. السؤال الخامس: ايه الحاجة اللي بتخاف منها ومش بتحب تعترف بده؟ السؤال ده ليه اجابتين. الاجابة الاولى ممكن تكون يعني اجابة تلفزيونية شوية نمطية يعني زي ما بيقولوا، لكن الاجابة الحقيقية هي اني بخاف من حاجة واحدة بس. انا بخاف من العمى، بخاف ان عيني تروح مني، دي اكتر حاجة بخاف منها بجد يعني. ولما بفكر في الموضوع ده مجرد التفكير بس، يعني باني هصحى مثلا من النوم الاقي نفسي مش بشوف، بحس ان بيجيلي اختناق، ولو اندمجت اكتر في التفكير بحس ان نفسي بيتخنق. يعني مرة كنت في اسانسير راح واقف فجأة عشان الكهرباء قطعت. انا مشكلتي ساعتها مش عشان انا محبوس جوه الاسانسير، انا كانت مشكلتي ان انا ما كنتش شايف. وطبعا خد على كده كمان المعنى الحقيقي من العمى، مش اللي هو انك مش شايف، لا العمى الحقيقي ان انت ما تبقاش عارف ايه اللي بيحصل وراك او مش شايف الدنيا على حقيقتها. هو الموضوع فيه عمق شويه، فاهميني انتوا صح؟ خش على اللي بعده. السؤال السادس: بتحس انك سعيد دلوقتي ليه؟ ليه او ليه لا؟ هو السؤال ده اجابته صعبه شويه، لان الانسان العادي
حياته مش بتمشي في منحنى ثابت، لان انت ممكن تقوم من النوم في يوم تلاقي نفسك مبسوط كده من غير اي سبب ولا اي حاجه، وممكن يوم تاني تقوم تلاقي نفسك متضايق وانت مش عارف انت متضايق من ايه. بس احنا مثلا لو اخدنا مجمل المنحنى ده، فهقول انا والحمد لله سعيد في حياتي بنسبه كبيره. هتقول لي طب انت ليه سعيد؟ هقول لك لان انا الحمد لله صحتي كويسه وبعمل كل حاجه انا عايزها. يمكن احيانا بيحصل لي ضغوط نفسيه، بس لو حسبناها على المدى البعيد بنظريه المنحنى اللي انا قلت لكم عليها دي، فالحمد لله انا مستقر نفسيا نوعا ما. لو حصل في وقت ما ضغوط، فبقدرة قادر والحمد لله بقدر ان انا اعديها. ودي مش اجابه مغلفه على فكره، دي اجابه حقيقيه ومن جوايا. السؤال السابع: امتى اخر مره بكيت من قلبك؟ اخر مره بكيت فيها، السؤال ده يعني صعب شويه، وكمان قليل من الناس اللي بتحب تعترف بالموضوع ده، بس انا قررت اقول الحقيقه لان انا بعتبر الفيديو ده كانه اعتراف بيني وبين نفسي. اخر مره بكيت فيها كان بسبب بوست اخت زوجتي كانت حاطاه من كام يوم كده في الفيسبوك. يعني هو كان بوست لذكرى والدتها اللي هي حماتي. يعني السبب بقى اللي خلاني ابكي لان البوست ده كان عباره عن فيديو انا اللي كنت عامله. كنت عامل ان اشكالهم تتغير من اصغر واحده فيهم لحد الام. طبعا الفيديو ده انا كنت عامله ايام زمان، ايام ما كانت هي عايشه، بس مش عارف ايه اللي خلاني ومن غير وعي كده دموعي تنزل، لاني افتكرت كل الناس الغاليين اللي عندي اللي ربنا توفاهم. وكفايه كلام في السؤال ده وخلينا نخش على اللي بعده. السؤال الثامن: ايه الشيء اللي بتتمنى ما يخلصش ابدا؟ هو سؤال غريب شوية وممكن تكون إجابته أغرب، بس أنا أكتر حاجة أتمنى إنها ما تخلصش الصحة، مفيش كلام تاني. السؤال التاسع: إيه تعريفك الشخصي للنجاح؟ بحب أنا الأسئلة اللي هي إيه بتبقى إجاباتها نموذجية، بس أنا طبعا مش هخلي الإجابة نموذجية، أنا هخليها حقيقية. أنا بالنسبة لي إنك تنجح في أي حاجة وتستمر فيها. يعني أنا عندي الاستمرارية هي النجاح. أنا عملت حاجة مرة واحدة ونجحت فيها خلاص بقى أعيش بقى على النجاح اللي أنا عامله ده؟ لا، لازم استمر فيها. استمرارك ده هو بالنسبة لي النجاح الحقيقي. إجابة نموذجية طبعا، بس أنا بحاول والله أطبقها في حياتي. السؤال العاشر: هل بتحب نفسك بجد ولا بتحاول؟ يعني هو في حد ما بيحبش نفسه؟ هو انت طبعا صدقني لو سالت السؤال ده لاي حد هيقول لك لا طبعا، ده انا ما بحبش نفسي، ده انا بحب اللي حواليا، ده انا ما اعرفش ايه الكلام ده. لكن طبعا لا، كل واحد فينا بيحب نفسه. يمكن تكون بتحب اللي حواليك بدرجه عاليه، ولكن نفسك هي الاهم. لان انا شايف ان انت لو حبيت نفسك هتعرف تحب اللي حواليك. حبيت نفسك تحب اللي حواليك. كلام عميق. السؤال ال11: لو فاضل لك يوم واحد في حياتك هتقضيه مع مين؟ والله السؤال صعب جدا، لان لما حد يسالك السؤال ده هيجي في بالك كل الناس اللي انت بتحبهم وهتبقى عايز تقضي معاهم اليوم ومش هتعرف تختار واحد فيهم. انا بقى هقول لك الاجابه اللي تريحك نفسيا وترضي ضميرك. انا بالنسبه لي الاجابه بتاعتي اني هقضي اليوم ده مع ربنا سبحانه وتعالى، لان انا خلاص رايح اقابله، فهحاول ادعي له انه يخفف عني العذاب. ولو كل واحد حس بقرب اللحظه دي في حياته هيعرف ان القرب من ربنا هو احسن حاجه في الدنيا. السؤال ال12: ايه اكتر قرار شجاع خدته في حياتك؟ اكتر قرار شجاع خدته في حياتي وحسيت ان انا عندي القدر الكافي من الشجاعه ان انا اخده والواحد، هو قرار رجوعي من الغربه. ان القرار ده كل الناس اللي حواليا كانوا بيخوفوني منه: انت هتضيع لو رجعت مصر، ده انت مش هتلاقي حاجه تعملها، ده انت هتشحت، كلام من ده. طبعا الكلام ده كان بيخوفني جدا، وبالرغم من كده بناء على القرار اللي انا مختاره من جوايا فعلا ومرتبه، فاخدت القرار وانا متحمل كل العواقب اللي تحصل، لان ببساطه الارزاق بايد ربنا. السؤال ال13: بتحس انك مفهوم من الناس اللي حواليك؟ انا بحب قوي رقم 13 ده لان ده يوم ميلادي، مع ان في بعض الناس بتتشائم من الرقم ده، انا ما اعرفش ليه. انا بصراحه رقم 13 ده عمري ما حصل منه حاجه فيها شؤم مثلا او كده. المهم نجاوب على السؤال ده بصراحه، والصراحه هي ان انا فعلا بحس ان الناس اللي حواليا مش فاهميني، لان كذا موقف حصل بياكد لي الكلام ده. يعني احكي لكم على موقف حصل مع اخو زوجتي. هو على فكره بيتفرج على القناه، يعني احتمال يشوف الفيديو. هو كان بيجي من السفر، هو عايش بره، كان بيجي من السفر ويقعد عندنا. في مره من المرات اللي هو قاعد عندنا فيها حصل خلاف بينه وبين زوجتي اللي هي اخت، خلاف كده عائلي مش هنذكره هنا. المهم ان هو في اليوم ده زعل منها ونزل وساب البيت. فبعد ما نزل بشويه فاتصلت بيه ومن غير ما اقصد اي حاجه قلت له: هو انت خدت هدومك معاك؟ طبعا هو فهمها ان انا بقول له انت خدت هدومك معاك يعني خلصنا منك خلاص، او انت خدت هدومك معاك يعني عشان ما ترجعش تاني. كان انا ساعتها والله كان قصدي ان انا اطمن عليه، بس هو للاسف فهمها كده ساعتها. هو شخصيه ظريفه جدا والله، انا بعتبره اكتر من اخ. والله دي مش مجامله، مش عشان هو يمكن يكون بيتفرج ولا كده، لا لا لا، فعلا سمير ده شخص مهم جدا في حياتي وانا بحبه كانه اخويا بالظبط. بس هو بقى لما حكى لي الحكايه دي والكلام ده كان من كام يوم، من قريب يعني، فاجئني بصراحه. انا اتفاجئت ان انا لما قلت له كده هو فهمها كده. وده طبعا مش الموقف الوحيد اللي باين لي ان في حواليا ناس كتير مش فاهميني. يمكن انا مش بعرف اوصل المعلومه مظبوط، او انا مثلا طريقه كلامي كده مثلا عفويه شويه اكتر من اللازم، مش عارف. بس لان كان في مواقف كتير زي دي، انا ذكرت الموقف ده لانه كان اقرب موقف حصل الفتره اللي فاتت. حبيبي يا سمور. السؤال ال14: ايه اسوأ شعور جربته؟ بصراحه اسوأ شعور جربته هو الاحتياج لاي حاجه، الاحتياج لفلوس، الاحتياج لدعم نفسي، الاحتياج لكلمه حلوه، اي نوع من انواع الاحتياج بعتبره أسوأ شعور بحس بيه. وعلى فكرة احنا وصلنا لحد السؤال ال14 وانت ما دوستش لايك. ماشي. السؤال ال15:
ايه اكتر حاجه بتحمد ربنا عليها دلوقتي؟ بصراحه في حاجات كتير جدا بحمد ربنا عليها، بس اكتر حاجه بحمد ربنا عليها وبتمنى انها ما تزولش ابدا هي نعمه الصحه. الصحه يا جماعه فعلا تاج فوق رؤوس الاصحاء. يعني انت النهارده لو صحتك كويسه احمد ربنا وبوس ايدك وش وظهر وادعي ربنا ان النعمه دي ربنا يديمها من الزوال، ان ربنا يحفظ كل اهلي وحبايبي ويستر علينا في الدنيا وفي الاخره. السؤال ال16: هل بتسامح بسهولة ولا بتاخد وقت؟ أنا أسرع واحد بيسامح في الدنيا دي، يعني يمكن أكون محطم الرقم القياسي في عدد مرات الصلح للبني آدمين، ومهما البني آدم ده عمل فيا في ثواني بنسى كل اللي عمله مجرد إن إحنا اتصالحنا. لكن طبعا في تغيرات حصلت عليا بسبب السن والخبرة والتجارب اللي عشتها في حياتي كمان. هو الموضوع زي ما هو، يعني أنا ما زلت بتصالح بسرعة جدا، بس بقيت باخد حذري شوية من الشخص اللي أنا اتصالحت معاه ده لا يكرر الموضوع تاني. يعني أنا بصالحه بنية صافية خالص، بس ببقى مترقب لأي حركة مش كويسة تطلع من الشخص ده. ولكن لو عدت فترة وما حصلش منه أي حاجة تقريبا بنسى الإساءة اللي حصلت تماما. سؤال ال17: لو حلمك الكبير اتحقق هتكون مبسوط؟ سؤال غريب شويه، مش هتصدقوني لما اقول لكم ان انا لحد دلوقتي مش عارف ايه هو الحلم الكبير بتاعي. مش عارف، بحس ان دوامه الحياه والصراع من اجل الاستقرار كلام مجعلص شويه، بيخلي الواحد اصلا مش بيفكر في هدفه ولا حلمه. اهم حاجه عنده انه يمشي ويفضل ماشي ما يقفش. بس انت طبعا لو هتسالني ايه هو حلمك الكبير هقول لك ان انا نفسي اسكن في قصر كبير جدا. القصر ده يكون فيه كل انواع الرفاهيه والمتعه، ويكون عندي كل انواع العربيات المشهوره اللي في العالم. تحس انها احلام طفل في تانية ابتدائي، صح؟ لا بصراحه الحقيقه انا معرفش انا بحلم بايه. يمكن واحد لما بيقرب لسن ال50 بيبقى عنده كده زي نزاهه شويه من الحياه، الله اعلم. يعني اكتبوا لي انتوا في الكومنتات. يعني بس انا شايف ان اكبر حلم بالنسبه لي ان ربنا يكون ساترها معايا واعيش في سلام من غير اي مشاكل. السؤال ال18: بتعرف تقول لا بسهولة؟ ده سؤال إجابته هتكون كبيرة جدا ومحتاجين فيديو كامل عشان نتكلم فيها. وأنا بالنسبة لي والله إجابة السؤال ده محيرة شوية. يعني أنا في أوقات في حاجات بتتعمل أنا مش عجباني ولكن ما بقولش لا بمزاجي، يعني بمعنى إن أنا ما ببقاش عايز أقول لا. بس ممكن نقول إن الإجابة القاطعة إن أنا لو عايز أقول لا في أي وقت هقول لا، مش هيهمني. السؤال ال19: إيه أكتر حاجة بتخاف تخسرها؟ هي بصراحة مش حاجة واحدة، ده حاجات كتير جدا أخاف أخسرها. أول حاجة فيهم هي احترامي لنفسي، واحترامي لنفسي قدام أهل بيتي وقدام الناس طبعا، لأن دي حاجة أنا لو فقدتها هحس إني مش عارف أعيش في الدنيا دي. الإنسان المحترم دايما بيبقى له قيمة مهما كان مستواه، وأنت لو فقدت احترامك مش هتحس باللذة بتاعت الحياة خالص. مش عشان نظرة الناس ولا الكلام ده، لا لا لا، أنت لما بتفقد احترامك بتحس إن كل حاجة بعدها بتضيع. السؤال العاشر والأخير: لو هتوجه رسالة لنفسك بعد 10 سنين هتقول إيه؟ يا دي هتبقى رسالة طويلة قوي، ده أنا هقول حاجات كتير. هقول لنفسي بطل كسل، ما تضيعش وقت، ابعد عن الناس اللي بتستنزف الطاقة بتاعك، خليك مع الناس الكويسة اللي بتدي طاقة إيجابية. أي قرار تاخده ما تقعدش تفكر فيه، طالما خدته وعملت دراسة عليه وحاسس إن الدنيا تمام ما تخليش حاجة تغير لك رأيك. حافظ على الناس اللي حواليك اللي بتحبك، ما تخليش حياتك قايمة على الكلام. أنا بتكلم على أساس كلمة توديك وكلمة تجيبك، يعني تسمع من هنا كلمة تغير رأيك، تسمع من هنا كلمة تغير رأيك. سواء أنواع الناس اللي ودانه كبيرة دي، كنا نسميهم زمان ايه، ودانه قد الفيل. ودايما خلي فيه مساحه بينك وبين اي حد هترتاح، وما تعودش الناس عليه، بس خليك دايما الشخص اللي بيعمل خير وبيساعد، بس على قد ما قدرتك وفي حدود امكانياتك. واخر حاجه وهي انك لازم تبقى قريب جدا من ربنا سبحانه وتعالى. وانا مش بقول الكلام ده بقى عشان يبقى كلام حشو بقى وكلام تلفزيوني وكلام فيه عبر ولا بديك عظه ولا كده، لا لا لا، كلنا فينا عيوب، بس فعلا انت لما تتقرب من ربنا الدنيا بتتغير معاك خالص. وحتى لو ربنا حطك في اختبارات صعبه هتفاجئ ان حياتك ماشيه بطريقه مفيش اسهل من كده.